هل منتخب مصر هياخد كأس العالم؟ ممكن برضه ياخد كأس العالم، مش بعيدة لينا إن أنت توصل لدور ال 32، وإن أنت خلاص يعني أنت قريب جدا توصل، ممكن توصل لربع النهائي ونص النهائي. حتى لو طلعت من ربع النهائي أنت كويس. حسام حسن عمل إبداعات قصاد إيران، مع إن إيران كانت بتلعب بغشامة جامدة أوي على منتخب مصر، وما كنتش أنا متوقع أساسا يلعبوا بغشامة كده. طبعا إيران لعبت بطريقة عنيفة، كأن أنت بتلاعب واحد أوروبي. أنت يا ابني أنت بتلاعب واحد برضه زيك، يعني واحد إسلامي زيك، أو كحاجات تانية كتير يعني. بس إن أنت تلعب بغشامة كده وحاجة شديدة برضه مش غريبة. طبعا إحنا لما اتفرجنا على الماتش، منتخب إيران جاب فينا جون في آخر دقايق، وطبعا أنا كنت بتفرج، فلقيت الناس بدأت تمشي وبتاع، فبدأت الناس تخرج، يعني اللي هو خلاص انت كده كده احنا بنلعب توالت وهنقابل فرنسا وبتاع، حدوته كبيرة يعني. طبعا فجأة ألاقي الناس، واحنا كنت أنا خلاص كنت قلت مش هتفرق بقى، ما دخل فينا الجون التاني هنلعب توالت مع فرنسا وبتاع، فمش هتفرق بقى خلاص. وأنا طالع ببص لقيت الناس بتقول لي الحق الحق ده الجون اتلغى. الجون اتلغى امتى؟ وايه اللي حصل؟ والجون اتلغى ازاي؟ قلت يا رب يكون اتلغى فعلا، فببص لقيت الجون اتلغى بجد. حدوته كده كبير. احنا المره دي مش بنتكلم على الجون اتلغى ولا ما اتلغاش، ولا منتخب ايران شديد ولا لا. بس اللي انا شفته ان انت تخرج محمد صلاح في بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 56 58، هي غريبه بالنسبه لنا شويه. بس كتفكير انا ممكن ابقى فاهم تفكيره سيكا شويه، يعني ابقى فاهم تفكيره شويه، ان جه في التفكير بتاعه ممكن يكون محمد صلاح لعب لما لقي اللعب الترزيع، وان في لاعيبه اتصابت زي محمد عبد المنعم، احمد فتوح، طبعا مهند لاشين اتطرد على ما اعتقد، يعني زي ما بيقولوا او اللي انا سمعته من الاعلام. يعني حاجات كتير حصلت في وقت الماتش ده، فاكيد هو خاف على محمد صلاح ان هو ممكن يتصاب بتاع، فقال لك لف اللزق وبتاع والكلام ده. مش بعيدة، بس الناس زي ما بيقولوا احنا هنلاعب استراليا. مالها استراليا؟ ما احنا غلبناها في الماتش الودي هنا. مالها؟ هتقول لي ده ماتش ودي، ما هو ماتش ودي، ما هو اللعيبة دي غريبة ولا هي اللعيبة؟ يعني اللعيبة دي مثلا اتغيرت وجابوا لعيبة تانية، ولا هم اللعيبة؟ اكيد هم. بس ما تجيش مثلا تقول لي اصلا منتخب استراليا شديد عليك، لما احنا غلبناها هنا وممكن نغلبها تاني، مش بعيدة اصلا، يعني هي مش بعيدة لينا. قول عدي منتخب استراليا هنلاعب الارجنتين، هتقول لي طب ما لعيبه الارجنتين شديده وبتاع، ما هو لعيبه الارجنتين كلها هي بصه لواحد بس، بصه لميسي. احنا نبص لميسي، ميسي هو اللي يتحرك. تمام. طب انت بتقول لي طب ما المدافعين عندك ضعاف، ما انت المدافعين ايه اللي ضعاف؟ انت عندك محمد هاني لما احنا كنا بنقول عليه من بدايه البطوله ده زباله، وده ما بيعرفش يلعب، لا مؤاخذه يعني في الكلام، ده ما بيعرفش يلعب، ده اصلا مش عارف ايه. ادي محمد هاني. طب اللي انت بتقول على محمد هاني وحش وبتاع، محمد هاني مسك دوكو بهدله في بدايه الماتش، لدرجه ان المدرب بتاع بلجيكا راح مخلي دوكو الناحيه الثانيه عشان ما يلعبش على محمد هاني. انت شايف؟ انت فاهم الموضوع اصلا؟ انت واعي للموضوع ده؟ اكيد لا. تمام. محمد هاني اللي انت بتقول محمد هاني ومش عارف، محمد هاني عمل حاجات ما حدش يتوقعها اساسا، والناس كلها بقت دلوقتي تقول لك احسن باك يمين محمد هاني، احسن باك يمين محمد هاني. واحمد فتوح طبعا عشان الزمالكاويه ما يزعلوش، عشان ما يفتكروش يعني اللي انا بدعم الاهلي بس، لا. احمد فتوح برضو عمل ابداعات حلوه جدا، واحمد فتوح كان ضاغط ضغطه كويسه جدا، وما كانش حد عارف ان احمد فتوح اصلا كان ممكن يلعب وحش. لا، ده احمد فتوح لعب كويس جدا. انت عندك لعيبه كتير مركونه بره على الدكه، عندك هيثم حسن وده كويس جدا. تمام. في لعيبه تانية مش فاكر اساميها، ممكن ابقى اذكر لكم اساميها في المره الجايه في الفيديو الجاي. احمد فتوح، محمد هاني، ورامي ربيعه، وياسر ابراهيم. احنا قلنا على ياسر ابراهيم هيلعب وحش، ورامي ربيعه هيلعب وحش. رامي ربيعه نزل ولعب كويس، ياسر ابراهيم نزل ولعب كويس جدا. تمام. انت عايز اكتر من كده ايه تاني؟
عايز اكتر من ازيد من كده ايه تاني؟ منتخب مصر هيعمل ايه اكتر من كده ايه تاني هيعمل ايه؟ فما نجيش نقول مثلا منتخب مصر هيلعب استراليا هيخرج. ازاي يعني؟ ازاي؟ مش يمكن ان احنا ناخد، مش يمكن ان احنا نوصل لنص النهائي، مش يمكن نوصل للنهائي. الواحد ياما ناس كتيرة، ياما منتخبات كتيرة كان حلمها ان هي توصل اصلا لربع النهائي وعدت ووصلت للنهائي. انت متخيل؟ في منتخبات كده، في منتخبات كانت ضعيفة ووصلت للنهائي وخدت كأس العالم. يعني انت واعي للموضوع؟ ممكن تحصل، ممكن نوصل للنهائي او ممكن نوصل للنص النهائي. إيه يعني انت مالك في ايه؟ انت خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ سيبها على الله زي ما بيقول. يعني عندك حسام حسن مش، ما هو المفروض هو اللي اكتر واحد اللي يبقى خايف من الموضوع ده. بس اكيد يعني انا متاكد من ده، وان شاء الله ده يحصل. احنا ان شاء الله نوصل للنهائي ان شاء الله. مش بعيده ليك ومش بعيده ليا ومش بعيده ان هي نوصل للنهائي عشان نفرح مره واحده بس. انتوا يعني الناس كلها تقول لي ايه؟ تقول لي لا ده مصر اصلا ولا منتخب مصر مش هتاخد كاس العالم. انسى ده يا عم. ما انا هنسى وكل حاجه وتمام وماشي وانا موافق وبتاع، بس ما مش يمكن، ممكن تحصل مره، ممكن تصدق معاك مره. وكان المغرب مثلا في 2022 كاس العالم بتاع 22 ده، المغرب هو كان حد متوقع ان المغرب ان هي توصل توصل لربع النهائي او توصل لنص النهائي؟ محدش كان متوقع عليها اساسا. كان الدول العربيه كلها كانت بتشجعها. صح؟ ممكن احنا نوصل لنص النهائي وممكن نوصل للنهائي. انا نفسي، احنا نفسنا اصلا كل، وانا متاكد 100% في زي كده نفسهم يوصلوا للنهائي. انا متاكد من ده. وان شاء الله ناخد كمان كاس العالم. مش بعيده لينا، مفيش حاجه بعيده عليك، مفيش حاجه بعيده عليك، مفيش حاجه بعيده عن اللعيبه. اللعيبه قادره تحقق كل حاجه. طبعا احنا هنسيب ده الجزء ده شويه، هنخش بقى في جزء تاني. انت عندك لعيبه كتيره كانت مركونه بتلعب في فرقه وما اخترتهاش في المنتخب. مصطفى زيكو الصراحه عمل الابداعات كلها، كتر خيره. بس احنا بنتكلم بقى على لعيبه تانية. واحد عندك احمد سيد زيزو، انت اخترته ليه اساسا؟ يعني ما حدش يزعل منه، هو ملوش لازمه، هو ملوش لازمه اصلا. انت لو اخترت حسين الشحات احسن منه بكتير، احسن منه بكتير. حسين الشحات الصراحه، يعني لو انتوا تخشوا تشوفوا الفيديوهات القديمه من حسين الشحات وهو بيسجل الاهداف، وشوفوا الفرق بين سيد من زيزو وفرق من الشحات، انت هتشوف الاختلاف. انت كمشاهد هتشوف الاختلاف من ده وده. طبعا هتقول لي ما زيزو غالي ولازم نختاره ومش عارف وهو ده السبب ان مثلا لاعب بملايين كتير تقوم انت تختاره. لا، انت ما انت عندك لاعب كويس اساسا وبيعمل ابداعات في اواخر الماتش. تمام. حاجات كتيرة بتحصل، وإن شاء الله ممكن ننزل فيديو بكرة وبعد بكرة هنتكلم فيها عن الغلطات البسيطة اللي حصلت في كأس العالم، أو حاجات تانية كتير يعني هنتكلم فيها. آه، ما تنسوش الاشتراك والتعليق، وشكرا. سلام.